في يوم من الأيام كانت في مناطق في مصر عايشة في ظروف صعبة جدا. الناس هناك كانت بتتعامل مع تحديات كبيرة في حياتهم اليومية، ولكن فجأة ظهر مشروع تطوير العشوائيات على الساحة، وكان الهدف منه إنقاذ المناطق دي وتحسين حياة الناس اللي عايشين فيها. المشروع كان عبارة عن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، بداية من إنشاء وحدات سكنية جديدة، مرورا بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وانتهاء بتوفير خدمات التعليم والصحة. الهدف كان واضح: تحسين ظروف الحياة للناس اللي عايشين في المناطق دي. ولكن المشروع واجه تحديات كتيرة، منها قلة الموارد ومقاومة التغيير من بعض الناس. ولكن الفريق اللي كان مسؤول عن المشروع كان مصمم على النجاح، فعملوا على إقناع الناس بأهمية المشروع وجمعوا الموارد اللازمة لتنفيذه. بعد فترة من العمل الجاد بدأت النتائج تظهر. الوحدات السكنية الجديدة كانت جاهزة، والطرق كانت ممهدة، وخدمات التعليم والصحة كانت متاحة للجميع. الناس في المناطق دي بدأت تشعر بالتحسن في حياتهم، وبدأت تظهر فرص عمل جديدة. المشروع ده مش بس كان عن تطوير مناطق عشوائية، ده كان عن تغيير حياة الناس للأفضل. كان عن إعطاء الناس فرصة عشان يعيشوا حياة كريمة، وكان عن إثبات إن الإرادة والتخطيط الجيد ممكن يحققوا المعجزات. مشروع تطوير العشوائيات كان قصة نجاح كبيرة، ألهمت ناس كتير وفتحت أبواب الأمل المستقبل. يلا بينا نسمع قصص تانية عن التطوير والتغيير في مصر.